جاي كندا، ابعد عن ال3 غلطات دول، لأنهم ممكن يدمروا كل حاجة من الأول. أول غلطة إنك تصرف كتير أول ما توصل. في ناس أول ما بتيجي كندا بتروح تأجر بيوت غالية جدا وشقق غالية جدا في أماكن غالية جدا، وتشتري حاجات ملهاش أي لازمة وتخلص فلوسها من أول شهر. أنت محتاج الفلوس تكون معاك أكبر فترة ممكنة لغاية ما تلاقي شغل. الغلطة التانية إنك ترفض أي شغل حتى لو بسيط جدا وتفضل قاعد في البيت مستني تشتغل في المجال بتاعك. الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة انك لو اشتغلت في حتى في الشغل البسيط ده هو اللي هيجيب لك الخبرة الكندية اللي انت محتاجها عشان تشتغل بعد كده في اي مكان وتقدر تبتدي التخصص بتاعك بعد كده. ثالث غلطة انك تعزل نفسك، تقعد لوحدك وتفكر ان الدنيا كلها ضدك، مع ان في جاليات كتير عربية ممكن تساعدك. في ناس ممكن برضو تساعدك حتى لو مش من الجالية بتاعتك خالص، بس لازم تطلب المساعدة وتفتح على الدنيا. انا وقعت في غلطات كتير اول ما جيت من فترة طويلة قوي، عشان كده بحاول اخلي كل واحد ما يقعش في نفس الغلطات دي كلها. لو ناوي تيجي كندا حضر نفسك صح، تابعني علشان اقولك الصح من البداية.